هنعمل مع بعض النهاردة ألذ لحمة مشوية ممكن تعملوها. ومش بس كده، هنعملها كمان من غير مجهود. يعني هنعملها من غير شواية ودوشة الفحم، هنعملها بمنتهى السهولة. وهنشوف قد ايه طعمها لذيذ وحلوة جدا، وكمان اخدة طعم الفحم. هنعمل كل ده ازاي؟ تعالوا نبدأ طريقتنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا قطعة لحمة حوالي كيلو، فيها نسبة من الدهون، يعني نقول كده 25% دهون. هيكون طبعا طعمها أحلى في الشوي. وقطعيها زي ما تحبي. أنا اخترت إن أقطعها طرنشات بالشكل اللي احنا شايفينه ده. جبت صينية وحطيت فيها فويل من الجنب ده، وعملت علامة زائد، وجبت جزء تاني من الفويل بس خليته كبير شوية لبره، وعملت زي علامة زائد واحدة عكس التانية. وحطيت ورق زبدة، غسلت اللحمة وصفتها كويس جدا، وحطيت اللحمة على ورق الزبدة. ونوع البهار الوحيد اللي انا هستخدمه هو الفلفل الاسود بس، ومعاه طبعا رشة ملح. عملتها من الجنب ده وهقلبها على الجنب التاني، والجنب التاني كمان هحط عليه رشة من الفلفل الاسود والملح. وألذ الوصفات اللي ممكن تعملوها في الشوي اللي بتكون بهاراتها بسيطة جدا. قفلت كده وحطيت طبعا عليها ورق زبدة من فوق. قفلت الاول الجزء الاول، وبعدين جبت الفويل من الجنب التاني وقفلت عليها كويس جدا جدا. هجيب بقى فويل تاني، ورق فويل تاني او ورق قصدير، وهغطي الصينية كلها. اهم حاجة التقفيلة بتاعتها علشان اللحمة تطلع معاكي مستوية ومشوية. هقفل بقى عليها كويس جدا جدا. هكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 200 لمدة 10 دقايق، وبعدين هدخل الصينية لمدة نص ساعة. بعد كده ههدي عليها النار ل 180 درجة. هسيبها بقى حوالي ساعة بس. بعد ساعة الا ربع من دخولها الفرن احاول اكشفها واشوفها لو هي محتاجة مية علشان ما تنشفش منك او تتحرق وتطلع ناشفة. هفتح عليها اشوفها، لقيت فيها جزء مية وما استوتش، ممكن ازود عليها جزء ميه بيغلي شويه، وبعد كده اقفلها وادخلها الفرن تاني. وده اللي انا عملته. وبعد كده قفلت عليها وطلعتها، وزي ما احنا شايفين اللحمه زي الزبده، ومن غير ما اكشف عليها الفويل اتشوت وهي مقفوله عليها الفويل بالشكل اللي احنا شايفينه ده. والطعم بقى مش قادره اقول لكم حلو قد ايه، كانك بتاكلي كباب الحاتي بالظبط. هتولعي حته فحمه وتحطيها، وتحطي عليها نقطه زيت او قطعه زبده. وهتغطيها دقيقتين هتلاقيها خدت طعم الشوي بالظبط، واوريدي هي اخده لون الشوي. ما اعتمدناش على اي ماده دهنيه، احنا ما حطيناش اي ماده دهنيه، اعتمدنا بس على الماده الدهنيه اللي موجوده في اللحمه. نسبه الدسم اللي فيها نزل واستوى فيها، علشان كده طلع كباب مميز جدا وطعمه خطير بجد. لو جربتوا الطريقه دي احسن كمان من انكم تشووه على شوايه فحم. الفيديو بتاعنا النهارده خلص، اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.